السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، تحية لكم، وأعود لاستكمال هذه التغطية من حديث المنتصف، وأعود إلى أيضا معارك بيحان وآخر التطورات هناك وما يدور في هذه المناطق. وينضم إلي عبر الهاتف الشيخ صالح عبد المنصوري، القائد الميداني، قائد جبهة وادي النحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ صالح. قبل قليل كنت أتحدث في هذه التغطية عن المعارك التي تدور في وادي النحر. بداية يعني خلينا نتحدث عن أهمية هذا الوادي الذي قيل قبل قليل أنه على حدود محافظة البيضاء. يعني إذا كان هذا الموضوع صحيحا، فما هي الأهمية الاستراتيجية لتحريره واسترداده من قبضة الميليشيات؟ شكرا لكم. وفي البداية أقول لك أنا صالح عبد الله المنصوري، أحد أفراد وادي النحر والجبهة متكاملة مثل البحر، يعودها وساحلها واحد، وكلنا في صف واحد، ليس فينا راس وضرب أو بيد يوصل. ومن الذي يحصل هو قصف عشوائي أحيانا في أغلب الأوقات من الحوثي ومن معه. وأثناء اتصال كنت عدة دقائق حتى في قرية أراقبها من عندي، إذا كان هناك إصابات يبلغت بها فيمكن يبلغكم بها. المديرية هذه في حال تتوسط الجهة الغربية تحاجها مارب، ومن الجهة الجنوبية تحاجها محافظة البيضاء، وتقريبا جميع المديريات المحيطة بنا في تمام المعنى. وكان أول شهيد من مديرية مرقة، والشهيد الثاني من مديرية عين، والشهيد الثالث من مديرية نافع، وبقية الشهداء من مديرية بيحان. نتعرض للقصف. أنا جيت وراء الاستراتيجية أريد أن يتوصل في أماكن لنصب أسلحة في 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 مناطق غابات بالأشجار والأراضي الزراعية، ويريد أن يتحصنوا في المدن والقرى لضرب أماكن استراتيجية كمرمى حجل جنة بجميع أنواعه، في مرمى أسلحتهم، وربما يكون هناك أبعد من ذلك في مرمى أسلحة العدو إذا لم توصلها المجال يعبث الأرض من فيها، فيبدأ في رعب وضرب الأطفال والنساء والمذاكرين بكل ما يديه من دية وهمجية بدون أخلاق. نعم، هذا الكلام حدث خلال يعني يوم أمس، اليومين الماضية، هذا القصف الذي تحدث عنه العشوائي والذي يعني طال المنازل والمساكن. القصف له أكثر من 4 أيام و5 أيام خلال الأربع و5 الأيام الماضية. خليني يعني أستعرض معك ربما نقطة مهمة جدا في هذا الجانب فيما يتعلق أو ما يدور في بيحان الآن من اشتباكات. يعني إذا يعني كيف يمكن أن يشكل احتلال مديرية بيحان، بل وربما السعي إلى احتلال محافظة شبوة النفطية والغازية هدفا استراتيجيا للميليشيات، وبشكل خاص بعدما يمكن أن يقال أنها فقدت موارد مالية هامة جدا كانت تعتمد عليها في دعم حربها أو حروبها الداخلية؟ الآن هل ترى أنها يعني بالنسبة لهم هدفا كبيرا استعادة شبوة بأكملها للتحسين من أوضاعهم المالية، بما أن منطقة شبوة منطقة نفطية وغازية؟ بالنسبة لمديرية بيحان يتم جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البيضاء وشبوة من الناحية الجبلية، إلى جانب أن العدو يحاول أن يسيطر على هذا الموقف حتى تكون السلسلة الجبلية اللي كلها على الربع الخالي في متناول يده، إلى جانب أنه يريد في العمق الداخلي أن تكون لديه أماكن آمنة من قصف الطيران في أشعاب وعلة وأراضي كثيفة الأشجار، وتكون طريقة من ناحية الربع الخالي ميسرة لغزو أي من المحافظات، سواء شبوة أو وادي حضرموت من جهة الصحراء أو مارب. في الجبهة هذه تكون مفتوحة ومهيئة
للعدو أن يضرب بحيث ما يريد إذا وجدت عنده الأسلحة بعيدة المدى. أما بالنسبة لحد المنة والعقلة فهذا يعتبر في متناول يده حين يصبح آمن في هذا المناطق. وأكثر استراتيجيته هو يريد أن يلعب الناس وأن يخضعهم إخضاع وإذلال ليأثر بعض يجند بعضهم تحت ويستغل إذلال الناس ليجعلها استراتيجية حماية لمنازل الناس وأقرب دخل المنزل. طيب الشيخ صالح عبده المنصوري القائد في جبهة وادي النحر، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طبعا كنت أريد أن أفصل معه كثيرا في هذا الموضوع، لكن رداءة الاتصال أو رداءة الصوت ربما هي ما جعلتني أختم معه، لأني لا أكاد أسمع كثير مما يقوله. كنت أريد أن أفصل معه بطريقة ما إلى أي مدى شبوة هي هدف للميليشيات للتحسين من أوضاعها المالية بعد أن أوقفت يعني وزارة يعني النفط توريد مبالغ المالية إلى البنك المركزي بتوجيه من رئاسة الجمهورية. ربما هذا شكل لهم تدهورا في الميزانية. هذا يقودنا أيضا إلى التساؤل عن مدى تفاعل وتجاوب الدولة وقيادة التحالف في دعم وإسناد رجال المقاومة من أجل تحرير هذه المديرية التي هي ذات أهمية كبيرة ليس فقط من الناحية الاستراتيجية بل أيضا أهميتها الاقتصادية. هل فعلا إلى الآن هنالك إسنادا حقيقيا من دول التحالف ومن الدولة، أم أن المقاومة تقاتل برجالها وإمكانياتها المحدودة حتى الآن؟ بمعنى هل الدولة تدرك فعلا الأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، وماذا يعني أن تبقى تحت سيطرة الحوثيين، وإلى أي مدى الميليشيات تضعها في أولوية اهتماماتهم لتعويض الكثير من مواردهم الاقتصادية؟ مشاهدينا الكرام، هذه المسألة كنت أريد أن أفصلها كثيرا مع السيد أو الشيخ صالح، لكن رداءة الصوت ربما منعتني من أن أستكمل معه هذه النقطة. مشاهدينا الكرام، سأذهب إلى فاصل قصير أستمر بعده في هذه التغطية.